تخيل معايا إن جسمك بيموت بس أنت لسه عايش. مقولة غريبة، صعب إن الواحد يفهمها بسرعة. هو إزاي جسمنا بيموت وإحنا لسه عايشين؟ وإيه الفرق ما بين إن جزء في جسمنا يموت وإن خلية جوه جسمنا تقرر إن هي تنتحر؟ تعالوا نتعرف أكتر على جسمنا. في أجزاء من جسمنا بتموت لما مجموعة من الخلايا بتموت جوه جسمنا مرة واحدة قبل ميعادها، وده بيسمى طبيا باسم النيكروزيس. طب هيحصل إيه لما مجموعة الخلايا دي تموت؟ شكل المنطقة اللي بيحصل فيها موت للخلايا بتبقى مدمرة ولونها أبيض مصفر، غير إن حوالين المنطقة بيبقى لونها أحمر بسبب الالتهاب اللي بيحصل. تختلف طريقة موت مجموعة الخلايا دي على حسب المكان وعلى حسب الخلايا دي إيه بالظبط، زي تجلط الخلايا نتيجة نقص التغذية، واللي فيها الخلايا بتبقى عاملة زي شبه حية وبعدها بتموت على طول، والنوع ده أكثر شيوعًا. والنوع التاني الخلايا فيه بتفقد شكلها نهائيًا، والنوع ده بنلاقيه أكتر في الخلايا العصبية والصديد. أو ممكن نشوف نوع تالت خالص، وهو عن طريق دمج نوعين اللي قبليها مع بعض عشان خاطر يكونوا نوع جديد خالص من موت الخلايا، وده ممكن نشوفه في مرض زي مرض السل. والطريقة دي هي إن مجموعة من الخلايا بتموت، وغالبا بتبقى بسبب مرض أو نقص تغذية اللي بيوصل للعضو نفسه. ولكن في أوقات الخلية نفسها بتقرر إن هي تنتحر وتنتهي تماما، وده سيستم الجسم بيحطه بسبب إن هو يقضي على الخلايا الممرضة، وده معروف طبيا باسم أبيبتوزيس. وفي الخلايا حجمها بيظهر زوائد في قلب الخلية بتسمى ببليبس. طب امتى بتقرر الخلية ان هي تنتحر؟ اثناء ما الطفل بيكون في رحم امه بيحصل تشكيل لاجزاء جسمه، العينين والمناخير وغيره، فده بيحتاج ان في خلايا تموت عشان خاطر يتشكل جسمنا، وبالطريقة دي بيحصل أبيبتوزيس أو موت للخلايا. والأبيبتوزيس بيحصل كمان في حالة وجود خلايا سرطانية في الجسم، فالخلية بتقرر إن هي تنتحر بدل ما تأذي الجسم كله. وبكده هنكون خلصنا الفيديو. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، دعمكم هيفرق معانا.